في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض تورتة شوكولاتة بتزيين بسيط كده، وهنعملها بالدقيق البيتي. هنعمل الاسبونج البيتي بكل تفاصيله، وان شاء الله تستفادوا من الفيديو. دي تورتة عيد ميلاد تقدري تفرحي بيها ولادك في اي مناسبة، سهلة جدا وبسيطة وجودتها اعلى بكتير من الجاهزة اللي بنشتريها. بس يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. اول حاجة معايا 3 كوبايات ممسوحة من الدقيق اللي موجود في كل المطابخ عندنا، الدقيق العادي. كوباية ونص من السكر، معايا 3/4 كوبايه من النشا، كوبايتين من الميه اللي من الحنفيه، 6 بيضات، معلقتين كبار من المحسن الجل بجيبه من محل مستلزمات الحلويات، و3 معالق كبار من الكاكاو. انا عشان هعمل الاسبونج بالشوكولاته هاخد 3 معالق من الدقيق تعويضا عن ال3 معالق من الكاكاو. لكن لو هتعملوه بالفانيليا طبعا هتسيبوا الدقيق كميته زي ما هو. اسفل الفيديو هكتب لحضرتك كل المقادير بالكوب وبالجرام لحبايبي اللي بيحبوا يشتغلوا بالجرام. وطبعا عشان معانا بيض لازم هنضيف فانيليا ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. بدون ترتيب المكونات كلها بنحطها مع بعض، كل المكونات بدون اي ترتيب. وطبعا بنستخدم يا اما العجان يا اما المضرب الكريمه اللي هو المضرب الكهربي، على اعلى سرعه مده لا تقل عن 10 دقائق، خفق مستمر لحد ما يوصل القوام ده اشبه بالكريم شانتيه، وبتيجي تقلبي الطبق مش بيتقلب. طبعا قبل ما بنشتغل في اي حاجه بنشغل الفرن على درجه حراره 180. الخليط ده انا عاملاه كميه كبيره لان انا صبيته زي ما حضراتكم شايفين في صينيه عاليه مقاس 30 في 40. فرشت فيها ورقه من الزبده. بيدخل الفرن الصينيه دي عشانها عاليه مش بتقعد اقل من ساعه لساعه وربع على حسب درجه حراره الفرن. بعد ما بيطلع بسيبه لحد ما يهدى تماما. طبعا بعمل لها اختبار وبسيبه لحد ما يهدى تماما، وببدا ان انا اقشر القشره اللي على الوش دي لان لازم نشيلها لان كل زفره البيض بتبقى موجوده فيها. بعد ما بيبرد خالص بقوم بقى قلباه وشايله ورقه الزبده من عليه. انا هعمل التورته مقاس 30 في 20، فانا هاخد الصينيه كلها وهقسمها لقطعتين متساويين، وهاخد كل طبقه واقسمها لطبقتين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه قد ايه طري وهش ومش مستحمل خالص انه يتشال. عملتها 4 ديسكات او 4 طبقات بالشكل ده وركنتهم على جنب، وهبدا ان انا اعمل الكريم شانتيه. الكريم شانتيه عشان تعمليها حلوه ومتماسكه وما تسيلش منك في التورته انا بستخدم كريم شانتيه خام لباني بدون سكر. خدت كوبايتين وضفت عليهم كوبايه من السكر الحبيبات، وميه تكون متلجه. دي علبه فيها تلج حطها في الفريزر باخد منها، بحط عليها ميه وتكون اتلجت وباخد منها وبكسر فيها تلج علشان الكريم شانتيه لازم عشان تتماسك معاكي يكون فيها ميه بقطعه تلج. انا مش بحب اخفقها بحليب بلبن حليب، لو تحبوا تخفقوها بلبن حليب عادي. بنضربها لحد ما تعلى وتضاعف حجمها بالشكل ده. وطبعا استخدموا نوع كريمه تكون كويس. انا هعمل الكريمه بتاعتي بطعم الشوكولاته لان اصلا التورته عايزاها كلها في بعضها كده شوكولاته في شوكولاته، فضفت عليها معلقتين من بديل النوتيلا. اي نوع شوكولاته سبريد بتحبوه ضيفوها، بس لو هتستخدموا كاكاو ضيفوه في الاول عشان يلحق يدوب معاكم في الكريمه. لكن لو هتستخدموا شوكولاته سبريد ضيفوها في الاخر بعد ما تضربوا الكريمه وتخلصوا ضرب خالص، هتضيفوا معلقتين على الكميه دي. جبت بقى البورد او القاعده اللي هثبت عليها التورته، وحطيت عليها شويه من الكريمه عشان تثبت ما تتحركش وانا بزينها. وخدت اول ديسك طبعا وحطيت عليه شويه كده، وزعت عليه شويه من الكريمه. عايزه اقول لكم الكريمه اصلا لوحدها طعمها خطير وريحتها تجنن. فردت شويه من الكريمه واي حشو بقى تحب تحطيه. انا حطيت كريسبي على اول طبقه، ممكن تحشوا كمان. انا عشان حاطه كمان في الكريمه صوص شوكولاته سبريد او صوص شوكولاته، ما حبيتش احشي بصوص شوكولاته عشان ما تبقاش تقيله قوي. حطيت شويه من الكريسبي على طبقه، والطبقه التانية حطيت عليها مربى حليب خفيف كده، والطبقه التالتة برضو حطيت كريسبي على مربى حليب لحد ما خلصت الاربع طبقات. وزي ما انتم شايفين الاسبونج ما شاء الله طري جدا. ويعني لو في طبقه اتشرخت منك او اتكسرت حطيها في النص ما يجرالهاش اي حاجه، ما بتبانش خالص. وانت بتشيليها او انت بتنقليها مثلا اتكسرت منك حته حطيها في النص، ودايما خلي الطبقه اللي من فوق سليمه. خلصت الاربع طبقات ووزعت عليهم بقى شويه من الكريم شانتي. عشان الجو بدأ ان هو يبقى حلو، فعشان كده الكريم هيستحمل معاكي التزيين. لكن لما بيكون الجو حر كل طبعا خطوه بتعمليها على تورته بتدخليها التلاجة تتشمع شويه عشان ما تسيحش منك. والافضل كمان ان انت لو الجو حر عندك وانت بتشتغلي بالكريمه انزلي بالميه بالتدريج، ما تنزليش بكميه الميه مره واحده علشان الكريمه بتاعتك ما تبقاش سايله. خلصت تجليس التورته كلها على قد يعني ايدي ما عملت بالشكل ده. مش محترفه زياده عن اللزوم يعني في الموضوع. وهنا معايا 200 جرام من الشوكولاته الخام او قالب شوكولاته خام اللي انا بستخدم سما. حطيته في حله وحطيت عليه ربع كوبايه من الميه، وعلى نار هاديه قلبتهم لحد ما بقى الجناش بالشكل ده. هسيبه بقى لحد ما يبرد عشان اعرف اعمل له اصبه على التورته واعمل له دريب كده يكون متماسك وحلو. انا بحط على الشوكولاته ميه عادي يا جماعه ما بيجرالهاش اي حاجه.
بعمل الجناش بميه، لو انتوا بتخافوا تعملوه بميه اعملوه بلبن حليب زي ما تحبوا، بس انا الحمد لله بعمله بميه وبيطلع زي الفل ما فيهوش حاجه. طبعا لازم ندخل التورته شويه التلاجة علشان لما نصب الجناش على الكريمه يتماسك وما يسيلش. والجناش لازم يكون بارد خالص، ما ينفعش يكون سخن علشان هينزل ويسيل ومش هيمسك خالص في الكريمه، لازم يكون بارد تماما. قالب الشوكولاته اللي هو ال 200 جرام اخد ربع كوبايه من الميه زي ما قلت لكم على نار هاديه مع التقليب المستمر لحد ما دابت خالص بالشكل ده، وضفت عليها معلقه واحده بس من الزيت عشان اللمعه. بعد ما صبيت الجلاش دخلتها التلاجة برضو ربع ساعة كده تتشمع وتمسك في الكريمة شوية عشان كمان الشوكولاتة ما تسيلش. وخدت شوية من الكريمة في كيس حلواني بأي بلبلة عندك، عملت عليها كده وردات في الداير بتاع التورتة. طبعا وانت شغالة في التورتة بتبقى قبل ما بتشتغلي بتبقى عاملة في دماغك كده تصميم معين او حتى رسمة معينة انت ماشية عليها، بتحبي ان انت تعملي شبهها او تعملي حاجة قريبة ليها. والتزيين ده بتبقي مجهزاه يعني من قبلها، لو بتعملي كروت شوكولاتة او احرف او حاجة بتبقى من قبلها. عملت كمان شويه وردات كده في الزاويتين بتوع التورتايه عشان يبقى شكلها كده شبه البرواز، شكلها جميل وكيوته كده وشيك، ومش عايزه تزيين زياده عن اللزوم، صاحبها عايز كده، عايز حاجه رقيقه. والاحرف اللي بحطها دي شوكولاته اصلا. لو حابين تشوفوا الفيديو بتاعها قولوا لي انزله لكم، سهله جدا. دي قوالب سيليكون بصب فيها شوكولاته بالاحرف وبعدين بخرجها عادي. واللون ده بشتري داست، حاجه اسمها داست من محل مستلزمات الحلويات، جميع الالوان متاحه. بتلوني بيه الشوكولاته بفرشه كده زي بتاعه الوان الميه، بتلوني بيه الشوكولاته بالالوان اللي تحبيها. الفيديو ده لو حابين تشوفوه ممكن انزله لكم تفصيلي لوحده، بس ما حبيتش ان انا احطه في فيديو التورته عشان ما يبقاش طويل زياده عن اللزوم وتملوا. طبعا وكروت الشوكولاته دي عملتها برده بالقوالب السيليكون، ودول 2 كونو كده بالشوكولاته، بسكوت بالشوكولاته برده بيتباعوا في محل مستلزمات الحلويات، كل حاجه بتتباع، والكريسبي وكل حاجه بتتباع، ومربى الحليب وكل حاجه. والقلوب الصغيره دي برده عملتها بالاسطمبات اللي بالسيليكون. طبعا الرسمه دي انا ببقى مجهزاها من قبل ما اشتغل في التورته، وطبعا بسال ذوق صاحب التورتايه عايز ايه، فهو من عاشق الشوكولاته فعايز تورته كلها شوكولاته. وحبيت ان انا اكسر اللون شويه، زينت كده بمربى الحليب، حطيت شويه في معلقه صغيره كده في كيس وفتحت بوز على الكونو بشويه من مربى الحليب، ادت شكل حلو جدا. وطبعا التزيين ده بيرجع لكم انتم. واقدر اقول دلوقتي خلصنا التورته بتاعت بودي، وكل سنه وهو طيب وعقبال 100 سنه، وربنا يحفظه ويحفظ اولادكم جميعا ويحفظ اخواته، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.